أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ وكل عام وأنتم بخير. قبل أن نبدأ في هذه الحلقة ونأخذ الاتصالات، نحب أن ننوه أن هناك قناة على اليوتيوب وبرنامج هكذا قد، وهو برنامج ملالي أو قناة ملالي. هناك أحبابي، لقد إنهم سوف أفرض عليك حاجة يا يقدمون أشياء جميلة. اشتركوا في قناتهم وسوف يعطونكم أشياء جميلة. الآن وفي هذه اللحظات المهمة والمعاصرة ندخل في صلب الموضوع ونأخذ اتصال قد أعده المهدي لنا. الو. أولا نقول الو. نعم. الو. نعم. شلونك يا شيخ؟ الحمد لله. نحبك يا شيخ. وهذا واجبنا على ضرسك. يا شيخ اريد اسالك سؤال يا شيخ. سمعنا هيك كلام طراطيش كلام انه ما يجوز اكل السمك قبل النوم. نعم. وهل هناك سمك مذموم وسمك محمود؟ نعم. خلص السؤال يا شيخ. أصال إذن اذهب. أحبابي، نعم قلنا له اذهب خوفا على بطاقته لا تنتهي وبعد ذلك لا يتصل، فنحن مجبرون على هذه النوعيات. هذا المتصل أحب أن يشعل مفاتنكم بكل خير ويقول أن الأسماك وكيف أنكم تأكلون السمك وتبيتون. لا تأكل السمك وتبيت وإلا سيأتيك الفالج. نعم، وقد تصاب بالشلل. أحبابي، لقد رأيته بيوم عيني، وهو قد ظهر هناك رجل أكل سمكة ونام، وظهر له زعنفة من وراء في ذنبه، زعنفة هكذا ترفرف. نعم، كيف تذهب إلى العمل وفي ذنبك زعنفة وأنت مشوك؟ وكيف ننتهي من هذا الفارج؟ نأكل بعد العسل، بعد السمك نأكل ماذا؟ قليلا من العسل وحبة تمر، فذلك يذهب الفالج. وشكرا لكم. وقد سأل فيما مضى عن أيضا السمك المذموم والسمكة سيئة الخلق. نعم، فكأنما هناك أوادم سيئين الخلق ومحمودين الخلق. هناك سمكة أيضا سيئة الخلق وهي سمكة الكنعد. نعم، لماذا؟ لأنها ملساء ليس عليها قشور. ولماذا ليس عليها قشور؟ لماذا؟ لأنها تتحكحك في كل شيء، تتحكحك. نعم، وهذا مثبت لدي. لحظات، سمكة تتحكحك فيه وسمك. نعم، أثبتنا لكم عبر الأيباد أن هناك سمكة تتحكحك وهي الكنعد. وفي الماضي أخبرناكم بعد إذنكم ونتابع هذه الفتوى وقناة أحمد المهدي. سلام عليكم. عقب ما أكله، بالمناسبة هاي أكو أشياء أحيانا نطلع يمين شمال فيها فوائد. السمك في الروايات مذموم وبشدة. عدة روايات تنهى عن أكل السمك وأن فيه ضررا، وأن الذي يأكل السمك ليلا وينام والسمك في جوفه ممكن يصاب بالشلل بالفالج. زين،
هذه غير شغلة طلعت. حلها شنو؟ إلها حل، حلها مختصر مفيد، يأكل فوقها تمرة أو شوية عسل. إذا أكل الرواية تقول ذهب ضرره. ابن الأعسم ينظم هذا المعنى، هذه الروايات قاعد أقولها. ابن الأعسم رحمه الله شيخ محمد علي ناظمها، يقول والسمك اتركه لما قد ورد من أن أكله يذيب الجسد، ما بات في جوف امرئ إلا اضطرب، عليه عرق فالج فليجتنب، لكن من يأكل تمرا أو عسل عليه عنه ذلك الفالج زل. إذا أكل فوق تمر أو عسل الفالج راح عنه، المرض اندفع عنه. عموما هذا اللي اشترى السمك وراح ياكل هم وراه تمر مثلا، جابه للبيت قلاه. بالأثناء يجي سؤال عن سمكة اسمها الكنعت، هنا باللهجة الكويتية يقولون الكنعد، هي بالرواية جاي اسمها الكنعت. بعض المؤمنين من يصيدوها يشوفها ملساء فيتصور أنه ما يجوز يأكلها، بينما هذه السمكة مليئة بالقشور، لكن لسبب من نصيدها نشوف ما عليها قشور. الراوي يدخل على الإمام عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله ما تقول في أكل الكنعات؟ الإمام عليه السلام قال يجوز لك أن تأكله. قال له يا ابن رسول الله من نصيدها هذه السمكة نشوفها ملساء. الإمام عليه السلام يقول هذه سمكة سيئة الخلق. يتبين مو بس الناس فيهم واحد سيء الخلق وواحد حسن الخلق، حتى الأسماك. هذه سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شيء في البحر، شوفوا لها كل ما تشوف شيء تحتك به، فالقرش يطيح، فالقشر اللي عليها يسقط